ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. شايفين الطبق التحفة ده؟ بالامانة كده حاجة خطيرة، سهل وبسيط وكمان اقتصادي على كد ايدينا، يعني مش هيكلفك كتير. احنا في الصيام بنبقى محتارين بقى وعايزين اكلات صيام كده، وبنبقى مش عارفين نعمل ايه من وقت للتاني، وكمان الجو حر مش عايزين نقف وقت كتير في المطبخ. فالوصفة دي بالامانة خطيرة، مقرمشة من بره وطرية من جوه. شايفين منظرها؟ جنب بقى شوية طحينة، شوية كاتشب، سلطة، خضرة، واعملي أحلى سندوتشات وكلي أحلى أكلة. فيلا بينا كده نشوف هنعمل الطبق التحفة ده مع بعض ازاي، واحدة واحدة. يلا بينا. معايا هنا بطاطس صغيرة، حجمها صغير كده زي البلي، بيتسمى بطاطس بلي أو بطاطس بيبي أو بطاطس صغيرة، متوفرة في السوق وسعرها رخيص خالص ومحدش بيشتريها. بس بالأمانة بيتعامل منها وصفات كتيرة بتبقى تحفة. هتجيبي بقى كمية البطاطس بتاعتك اللي انت حباها، ويكون حجمها يعني الحجم ده، مش أكبر من كده، ولو أكبر من كده عادي برضه هتتعمل. هنغسلهم كويس خالص تحت الحنفية مرة واتنين، لأن احنا هنسلقها بقشرة فلازم تنضفيها الأول. بعد كده هنضيف عليها مية، هنغطيها بالمية. انا معايا هنا الكمية 2 كيلو من البطاطس، طبعا الكميات على حسب ما انتوا حابين. هضيف عليها معلقة كبيرة من الملح، وكمان معلقة صغيرة من السكر، وكمان نص معلقة صغيرة من الكمون. طب انا ليه حطيت سكر؟ السكر بيخلي البطاطس تتسلق وتطلع معاك القشرة بتاعتها بكل سهولة، وكمان ما تتفتحش معاكي في المية، تفضل البطاطساية زي ما هي كده سليمة. هنحطها على النار، النار بتكون عالية لغاية كده ما تغلي، وبعدين بنهدي النار ونغطي الحلة لغاية ما يستوي. هنا البطاطس خلاص استوت معايا، يعني ما بتاخدش وقت خالص، بالأمانة بتستوي كده في حوالي نص ساعة بتلاقيها استوت معاك. هتعرفيها ازاي استوت؟ يعني بالشوكة كده وتدخليها فيها. لو دخلت بسهولة يبقى هي كده تمام، لو لسه شوية هتخليها على النار. بعد ما اتسلقت معايا اهو بالشكل ده، هنشيلها وهنصفيها من المية ونغسلها وهنبتدي نقشرها. شايفين بقى وهي بتتقشر البطاطساية القشرة بتطلع سلسة معاكي بكل سهولة، والبطاطساية زي ما هي، ولا فتحت ولا شققت. حتى لو نسيتيها على النار بتفضل زي ما هي كده، من غير ما تتفتح، بسبب السكر اللي احنا حطيناه، وحطينا ملح وكمون عشان نطعم بيه البطاطس بتاعتنا. هتقشر الكمية اللي انت هتستعمليها في الأكلة بتاعتك، والباقي هتسيبيه زي ما هو بقشره وتحطيه في التلاجة، وقت ما هتستعمليه هتقشريه وتعمليه بالطريقة اللي تعجبك. احنا النهاردة هنعملها بطريقة حلوة جدا، كل الأطفال بتحبها لأنها بتكون مجرمشة كده من بره وطرية من جوه. وإن شاء الله مرة تانية هنعملها بطريقة مختلفة. أنا قشرت الكمية اللي أنا عايزاها، الباقي ده هحطه في التلاجة. ويلا بينا كده نكمل على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه مع بعض. طاسة فيها زيت غزير، وتسيب الزيت لما يسخن على نار عالية. بعد كده بقى هنبتدي نضيف البطاطس بتاعتنا في الزيت. لو انت حابة تقطعيها نصين تمام، حابة تسيبيها صحيحة زي ما هي تمام. انا البطاطسية الصغيرة بخليها زي ما هي، والكبيرة كده شوية بقطعها نصين. برضو لو قطعتها نصين بتبقى مقرمشة اكتر، لكن لو انت عايزاها تكون طرية من جوه كده ومقرمشة من بره، ويكون فيها طريان كتير من جوه، خليها صحيحة زي ما هي. حباها كلها مقرمشة قطعيها نصين، وممكن تقطعيها اكتر من كده زي ما انت حابب. هسيبها على النار، النار بتكون عالية لغاية ما تتحمر معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لونها ذهبي وخطير. شايفين المنظر؟ بالامانة كده الوصفة دي انا بعشقها. اتعلمتها من امي الله يرحمها، كنا بنعملها زمان. كان زمان يعني بيسموها عندنا البطاطس المكحرتة او المدحرجة. شوف انتوا بقى بتسموها ايه، واكتبولي في الكومنتات. وصفة سهلة وبسيطة، ويلا لو عندك بطاطس من النوعية دي قومي اعمليها لأولادك وهيفرحوا بها جدا. هنبتدي بقى نطلعها من الزيت. طبعا هي بيبقى فيها حبات صغيرة حبات كبيرة، فالصغيرة بتتحمر أسرع، فهتبدأ كده تطلع البطاطسية اللي اتحمرت معاكي. هتطلعيها من الزيت لغاية ما تحمر كل البطاطس، تبقى كلها بنفس اللون الذهبي الخطير ده. وصفة مفيش أسهل منها. شايفين شكل البطاطس؟ تحفة. بعد ما حمرناها هنبتدي بقى نتبلها. شايفين صوت الجرمشة بتاعتها؟ صوتها خطير بالأمانة، تحفة. حاجة كده خيال، تنفع كمان سناكس للأولاد، ياكلوها كده من وقت للتاني ويتسلوا بيها، وطبعا مفيدة. هنبتدي بقى نتبلها عشان يبقى الطعم بتاعها أحلى وأحلى. شوية توابل كده، ملح على كمون على كزبرة شطة فلفل أسود بابريكا توم باودر بصل باودر. حابة تحطي مرقة بودر تمام، حابة تحطي بهارات فراخ بهارات لحمة، اللي تحبيه حطيه. ممكن كمان تحط عليها زعتر مطحون.
بس كل التوابل دي بنفس الكمية، وهتاخدي منها وتحطي على البطاطس بتاعتك وهي ساخنة وانت لسه مطلعاها من الزيت، لان طبعا كل ما كانت ساخنة بتشرب التوابل اكتر، بيبقى طعمها احلى واحلى. شايفين البطاطس بالامانة مجرمشة خالص من بره، شوفوا بتدوس عليها بتطلع صوت كده من الفتحة بتاعتها، لكن من جوه طرية خالص وطعمها خطير تحفة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. هنقدمها كده في الطبق مع حبة خضرة وترصيها، ممكن كمان تولع فحمة وتحطيها في النص وتغطيها، هتاخد ريحة وطعم الفحم، بالأمانة بتبقى أحلى وأحلى. بس أنا يعني الصراحة عملتها كده من غير دخانة. بس كده هتقدموها بألف هنا وشفا، زي ما قلت لكم، جنب كاتشب، جنب طحينة، سلطة خيار وطماطم، حبة خضرة بقى، كلوها بألف هنا بالطريقة اللي تعجبكم. وده كان طبق النهاردة، يا رب الطبق يكون عجبكم، واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة مع مطبخ وأفكار سون. أشوفكم على خير. باي باي.